بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. تاج الوقار. إيه هو تاج الوقار؟ دي البشرة اللي محدش فينا هيقدر يحصل عليها بمال الدنيا. طيب هنحصل عليها إزاي؟ دي هنحصل عليها بصبرنا على أولادنا في تحفيظهم القرآن الكريم. مش سهل ان احنا نحفظ ولادنا القرآن الكريم. بعض الناس الامر بالنسبة لهم سهل جدا لان هم اعتادوا وربوا ابنائهم على كده من صغرهم. بنلاقي ابناء كتير بسم الله ما شاء الله عليهم سن ال10 سنين وممكن قبل كده كمان ختمين القرآن الكريم، وبنلاقي الاكبر من كده بكتير مش حافظ اي حاجة اصلا من القرآن الكريم. طيب هنا الفضل لمين بعد الله سبحانه وتعالى؟ طبعا هو للأب والأم اللي اهتموا بأولادهم إن هم يحفظوهم القرآن الكريم. أكيد بيتعبوا، أكيد بيشوفوا مع الولاد بعض المعاناة، لأن من هم صغيرين عايزين يلعبوا ويجروا ويتنططوا. أنا إزاي أخلي ولادي في السن الصغير ده أو حتى وصلوا لسن المراهقة، وانتوا عارفين مصاعب شوية سن المراهقة، إنه قلبه يكون متعلق بالقرآن الكريم، وإنه يكون حريص إنه يحفظه، وإنه فعلا يبقى من قرارة نفسه أنا نفسي ألبس بابا وماما تاج من النور. إشكالية تانية منتشر ما بين ناس كتير إن هم بيقولوا خلاص أنا لو ما حفظتش القرآن وأنا صغير خلاص كده أنا مش هقدر أحفظ وأنا كبير، عندي 30 عندي 40 عندي 50 مستحيل أقدر أحفظ. طب إحنا جبنا القاعدة دي منين؟ هل أصلا ورد شيء لا في القرآن الكريم ولا في أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيها إن القرآن لسن معين هينفع يتحفظ وبعد كده لأ؟ لم يرد نهائي. في حلقتنا النهاردة إحنا هنتكلم عن أمر حفظ القرآن الكريم، سواء البشرى لينا كآباء وأمهات لما نحفظها لأولادنا، أو كمان طرق التحفيظ. طب أنا أحفظهم إزاي؟ أنا نفسي أحفظ إزاي؟ اللي بقى عنده 40 و50 و60 وشايف نفسه بقى كبير وخلاص بقى صعب عليا جدا إن أنا أحفظ. طب اللي حافظ ونسي يسترجع إزاي والقرآن ما يتفلتش منه؟ كتير من التفاصيل، وحلقتنا النهاردة مهمة جدا وفيها خطوات عملية هتفيدنا كلنا، فتابعونا فيها إن شاء الله تعالى مع ضيفتنا اللي مشرفونا الأستاذة جيهان عقل، الداعية الإسلامية. السلام عليكم وأهلا ومرحبا يا أستاذة جيهان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك. الحقيقة موضوع حفظ القرآن الكريم وتاج الوقار ده من ضمن أمنيات يعني أعتقد 90% من الأهالي اللي هم يمكن أكتر اللي هم يتمنوا حاجة زي كده. فخلينا نتكلم الأول عن دي بشرى إن أبنائي يلبسوني تاج الوقار. إيه المنزلة أصلا؟ إيه تاج الوقار ده؟ إحنا عايزين نشرحه للمشاهدين، يعني إيه أصلا تاج الوقار؟ وأنا هاجي يوم القيامة فعل الوصف هو فعلي فعلا هو تاج ولا لا هي منزلة معينة فشبهت بالتاج؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر من يحفظ أبنائه القرآن أو من يحفظ القرآن بأن الله سبحانه وتعالى يلبس والديه تاج الوقار في الجنة. الشكل والكيفية مش عندنا، يعني دي أمر خاص يا رب كده نراه جميعا في الجنة يا رب اللهم امين. لكن اللي يهمنا هو المكانة، لأن المكانة اللي بيصل ليها الوالدين بعد ما الابن وهم كمان بيدفعوا الابن لهذا الطريق. وأنا ببقى أتعجب شوية ندى من بعض أولياء الأمور يقول لك لا 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 مش عايزة أجبره على حفظ القرآن. لا يعني خليه لما هو يحبه. طب اشمعنى اجبرتيه على التعلم؟ وديتيه المدرسه بتصحيه كل يوم من النوم، طفل عنده 5 أو 6 سنوات، لا اجبرتيه على التمرين السباحه في عز البرد بالظبط، حتى لو الميه دافيه بس برضه واجبرته على انه ياخد الدواء. يعني انا اجبر على كل حاجه، وجينا على القران وعلى الحاجات اللي المتعلقه بديني مش عايزه اجبره. وانا مش بقول ابدا الاجبار يكون ان انا بقى بضرب ولازم واربط كل عقوبه بعدم حفظه للقران، لا ابدا. ده احنا عايزين نحببهم في القران. بس سبحان الله اللي حفظوا القرآن صغارا فعلا بتلاقي عندهم طلاقة اللسان ووضوح المخارج، أيوة، وفصاحة اللغة العربية. كل الحاجات دي بيديها القرآن لصاحبها. ده غير ان هو يعني ايه، طبعا دي مهابة ومكانة في وسط البيئة اللي عايش فيها. يقدم للصلاة، يجلس في المجالس الرجال.
فربنا سبحانه وتعالى يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه من وسلم. أراد الدنيا فعليه بالقرآن. بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. موضوع الحفظ أيضا سبحان الله، أنا توقفت مع أمر عجيب. سيدنا عبد الله بن مسعود يقول: صعب علينا ألفاظ القرآن وسهل علينا العمل به. يعني المقولة دي أول ما قرأتها تعجبت. يعني ليه صعب عليهم؟ ده هم أهل اللغة العربية. لكن إن هم دخلوا الإسلام وعندهم اللي عنده 50 سنة واللي عنده 70 سنة. يعني شوفي سبحان الله، تبدأ الرحلة بتاعتهم في هذا السن، في سن كبير. والنقطة الثانية إن هم عاشوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة، وبعدها انتقلوا 10 سنوات في المدينة. 9 سنوات منها معارك وغزوات. 27 غزوة و35 سرية. فما فيش وقت. يعني انت تخيلي واحد عنده هذا الكم من الجهاد في سبيل الله، وشوفي بقى كل معركة بتاخد منهم قد ايه بالأيام، وبالإضافة إلى السعي على الأرزاق والعيش، وبالإضافة إلى إن هو في سن كبيرة. ومع ذلك فشوفي بقى الحكمة إن هم يقولوا إيه: صعب علينا حفظ ألفاظ القرآن وسهل علينا العمل به، ويأتي من بعدنا أقوام يسهل عليهم حفظ القرآن، حتى أنك ترى الصبي لا يجاوز 4 سنوات و5 سنوات يحفظ القرآن ويصعب عليهم العمل به. يا الله، هي دي النقطة بقى اللي احنا لازم نقف فيها مع أنفسنا وقفة. لأن احنا كتير يا أستاذة جيهان بنشوف حاملين للقرآن الكريم وبإجازات وقراءات 10 وكده، وليكي تيجي تتعاملي معاهم تتفاجئي انت ازاي حامل لكتاب الله في قلبك وفي عقلك، ولكن انت تعاملاتك مش كده. اللي بيكونوا بهذا الشكل بيكونوا صورة سيئة للقرآن، ان هو حافظ قرآن ولا يطبق منه شيء، او حافظ قرآن واخلاقه متعارضة تماما مع القرآن الكريم. شوفي السيدة عائشة لما تصف الرسول صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن. يعني كل ما في القرآن من أخلاق حميدة، وكل ما في القرآن من أوامر ونواهي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فموضوع حفظ القرآن ما حدش أبدا يقول لا ده أنا كبير فمش هحفظ القرآن. احنا لسه هنتكلم على نقطة السن دي يا أستاذة جيهان، بس قبلها خلينا نتكلم عن منزلة حافظ القرآن. يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي. ودايما يعني حتى نسمع في الكلام المتداول ما بين الناس وبعضهم لما يتكلموا عن القرآن دايما أن القرآن بيرفع قدر صاحبه. صحيح. وإن في الدنيا بتلاقي حافظ القرآن ده ربنا على طول بيكرمه وبيوفقه بيوسع عليه في أرزاقه، ولو كان لسه شاب صغير ربنا بيكرمه ويدخل الجامعة. يعني حاجات كتير جدا بتحصل لحافظ القرآن الكريم ممكن ما لاقيهاش بتحصل لغيره. فخلينا نتكلم عن المكانة اللي بيحصل عليها حافظ القرآن الكريم في الدنيا وفي الآخرة برضو الاثنين. لما ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن حفظة القرآن، وخلي بالك احنا بنتكلم هنا عن الحفظ مش عن التلاوة. تمام. إن ربنا سبحانه وتعالى يقول: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. في صدور يعني إيه؟ يعني محفوظة. يبقى هي يعني الآيات اللي جوه الصدور دي هي اللي بترفع مكانة صاحبها. حافظ القرآن من أهل الله وخاصته. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث رواه سيدنا أنس عن رسول الله قال: إن لله أهلين. سبحان الله. من الناس قيل: من يا رسول الله؟ قال: هم أهل القرآن أهل الله وخاصته. فتخيلي كده ان انت يقال عنك ان انت من اهل الله وخاصته، يعني اي شرف، مكانه وشرف عظيم. ايضا حافظ القرآن كلنا عارفين الحديث: يصعد الى الدرجات العليا في الجنه بتلاوته وحفظه للقرآن. ما شاء الله ما شاء الله. والحديث اللي كلنا عارفينه ان يقال لصاحب القرآن يوم القيامه: اقرأ وارتقي. وابن حجر هنا قال لك ايه؟ الخبر المذكور خاص بمن حفظ القرآن عن ظهر قلب، لا بمن قرأ من المصحف. فهل في الآخرة مصاحف؟ يا الله يا الله. فشوفي يعني هو قال لك هنا ان القول ده الدرجات العالية فيها في الجنة لمن حفظ القرآن. ويقال أن بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. أيضا حافظ القرآن رفيق للملائكة في منازلهم. ما شاء الله ما شاء الله. يقال: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له فهو مع السفرة الكرام البررة.
فيعني مرافقين له اللي بيحفظ القرآن ويكثر من تسميعه، ده مع الحفظة الكرام البررة. أيضا حافظ القرآن، أنت لسه بتقولي بيبقى ليه مكانته. حافظ القرآن مقدم في الدنيا وفي الآخرة. مقدم في الدنيا في الإمامة الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا أمكم أقرأكم للقرآن وأحفظكم للقرآن. الرسول قال: أقرأكم للقرآن. من كثرة القراءة فهو بقى مقرئ. أقرأكم للقرآن. فهو حافظ القرآن عن ظهر قلب، يقف بين يدي المسلمين في الصلاة فيقرأ القرآن. وأيضا في المشورة والرأي، سيدنا عمر بن الخطاب لما عمل مجلس الشورى بتاعه اختاره كله من حفظة القرآن، علشان هم أوقف على حدود الله وعلى محارم الله وعلى ما أحل الله وعلى ما حرم الله. المكانة الثانية العظيمة هي أنه يقدم في الدفن. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لما 70 من المسلمين ماتوا، فكان يأتي الاثنين يأتوا في ثوب واحد. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أيهم أحفظ للقرآن؟ فيقال فلان، فيشير على أحدهم فيأخذه الرسول صلى الله عليه وسلم ويدفنه، يسبق بالدفن. فشوفي المكانة، يعني المكانة كمان مش في الدنيا بس، ده حتى في الآخرة. أيضا حافظ القرآن إذا حفظ غيره آية، شوفي بقى، ظلت في أجره ما تليت إلى يوم القيامة. ودي نقطة هامة جدا. عشان كده دايما العلماء يقولوا إيه؟ لا تجعل أحدا يحفظ ابنك الفاتحة قبلك. ليه؟ لأن الفاتحة دي هيفضل يقرأها طول عمره في الصلاة، عمره كله هو بيقرأ الفاتحة. فما تخليش حد يحفظ ابنك الفاتحة قبل الأجر ده. بالظبط. دي نقطة هامة جدا. ما تخليش حد، دايما يقولوا إيه؟ أول ما ينطق الطفل نعلمه لا إله إلا الله، وأول ما يبدأ في الحفظ نحفظه الفاتحة عشان يفضل يقرأ فيها. والغبطة الحقيقية بقى يقولك أنت إيه؟ الشخص اللي تلاقيه حافظ للقرآن هو ده الشخص اللي تقول يا رب أكون زيه. الغبطة الحقيقية، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: لا حسد إلا في اثنتين. والحسد هنا مش مقصود بيها زوال النعمة، لا، اللي هو بس زوال يعني تمني النعمة إن أنا أنزل هذه زوالها. المنزلة أو أصل لهذه المكان. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقرأ منه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله المال فهو يتصدق به آناء الليل وآناء النهار. فالاثنين دول اللي يكون الإنسان إيه؟ يغبطهم على هذه المكانة والمنزلة. ده طبعا كله من مكانة حافظ القرآن. والحقيقة فعلا يعني عن تجارب قريبة مني، أنا شفت كتير من أهل القرآن الكريم فعلا بتلاقي كده زي ما نقولها ببساطة كده يا أستاذة جيهان، تتفتح لهم الطرق. نعم. زي ما يعني حواليهم كده بركة من الله سبحانه وتعالى. نعم. تيسير في أمورهم، حتى لو تعثروا وقعوا في بعض المشاكل الله سبحانه وتعالى يعني ده أكيد يعني لا يطير عليهم البلاء. اللي نعم. أنا شفته من النماذج المحيطة به. طيب بعض الأمهات لما بنيجي نتكلم مثلا عن موضوع حفظ القرآن الكريم، وتلاقي أمهات تقول أنا فعلا نفسي قوي أولادي يحفظوا القرآن. بعض الأمهات تقول لا، ده مش فرض، لا فرض عليا ولا فرض على أولادي، أنا يكفيني إن أولادي يقرأوا القرآن الكريم وأعرف أخليهم يقرأوا بالتجويد صح ويصلوا بيه، لكن لا في نص قرآني ولا حديث نبوي بيقول إن في واجب علينا إن احنا نحفظ القرآن الكريم. هل الكلام ده مظبوط؟ وهل في قدر معين لا يسعى المسلم جهله من الحفظ؟ يعني على الأقل مثلا انت المفروض تحفظ جزء عامة، المفروض تحفظ مش عارفه ربع ياسين، هل في حاجه زي كده؟ في البدايه طبعا احنا لازم نجتهد في حفظ. احنا قلنا القراءه تمام، وقلنا القراءه مش هينفع انها تكون قراءه كده سريعه، وفي التدبر وفي الحفظ. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث يقول: من اخذ ثلث القرآن وعمل به فقد اخذ ثلث النبوة، ومن أخذ نصف القرآن، أخذ هنا بمعنى حفظ. تمام؟ كل الأحاديث هنا بتدلنا إن إحنا لازم نحفظ القرآن، وقد إيه حفظ القرآن ليه مكانة عظيمة، وإن هو لازم يكون في الصدور مش في السطور فقط. تمام. لكن إحنا بنقول في سلم متدرج كده، إن أنا لازم الأول أتعلم القرآن، أتعلم حروفه وتجويده وكيفية قراءته، إني أعطي الحرف حقه ومستحقه
كل الحاجات دي مهمة مني. وبعدين أنتقل إلى تدبر القرآن، إن أنا ما يكونش حفظي أو قراءتي في التدبر قراءة من غير فهم زي ما ذكرنا في الحلقة الماضية. الرقم 3 الحفظ ما يكونش حفظ ألفاظ، لا أنا عايزة حفظ دراية ووعي، حفظ عمل ورعاية. تمام. إن أنا لابد إن أنا أحفظ القرآن وأطبقه في حياتي، أحل حلاله وأحرم حرام. أبدأ اللي يشوفني كده يعرف إن أنا حافظة القرآن وعملت بيه. ودي نقطة هامة جدا لابد إن احنا نبدأ نطبقها مع أولادنا ونستعين بيها، وزي ما بنقول فأتوا منه ما استطعتم. لكن ما اقولش بقى لا أنا مش عليا حفظ القرآن وأركن إلى ذلك. كل ما الإنسان يجتهد، وسبحان الله يعني من خلال رحلة الواحد في حفظ القرآن، حفظ القرآن رحلة ممتعة من أولها لآخرها. ليه؟ لأن كلها أجر. بس مش شقة وصعبة. ما هي سبحان الله أجرها بيجي، إنما الأجر على قدر المشقة. فأنت طول ما أنت بتحفظ القرآن، أنا أحيانا بقول لبناتي الواحد حفظ أبيات شعرية وأنا في 4 ابتدائي حتى الآن بقولها لهم كر. لكن القرآن ربنا تلاقي حفظت السورة وتفلتت منك شوية، اتلخبطت فيها. احنا نتكلم بقى على نقطة اللي حفظ وختم وبينسى، ولكن قبلها يا أستاذة جيهان كتير 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 من الناس تلاقيهم مثلا عندها 25 سنة 30 40، المهم ان هي عدت سن ال 18 اللي هو ايه المفروض ان انت اسهل عليك تحفظ وكده. ولو ان انا شايفه ان المفروض يعني احنا في اي سن نحفظ القرآن الكريم، وفي الاعتقاد بقى لا خلاص انا كبرت، انا داخله على 30، انا داخله على 40، داخله على 50، وكلها يعني اعمار ما هياش كبيره. حتى لو وصل لل 80، انا شفت ناس عندها 80 سنه يا استاذه جيهان صحيح، وبتتكرم في حفظ القرآن الكريم. ان كل ما كبر بينا السن كل ما صعب علينا حفظ القرآن الكريم. عمليا بما ان حضرتك يعني ليكي خبرة اصلا في موضوع تحفيظ القرآن ومر عليكي طلاب كتير سواء صغيرين او ناس كبار، هل فعلا رصدتي ده وانتي بتتعاملي معاهم في التحفيظ؟ لقيت الكبير صعب عليه يحفظ معاكي والصغير اللي بيحفظ؟ لا صراحة ابدا. هقول لك على حاجة. القرآن لو انتي اديتيله وقتك واستعنتي بالله سبحانه وتعالى واستحضرتي الآية اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه العزيز، ولقد يسرنا القرآن للذكر. فربنا يسر القرآن وانتي بتستعيني بالله وتقبلي وتعطيه من الوقت وتلتزمي بيه، والله العظيم ربنا هيفتح عليكي من أبواب هذا القرآن ونوره وعظمته وبركته وشفائه والبركة اللي بتحصل في حياة الإنسان من حفظ القرآن الكريم. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية إن القرآن لما احنا نجد بعض الأعاجم اللي لا يستطيعوا أصلا قراءة اللغة العربية، أيوة، ده أنا بالنسبة لي ده إعجاز. إن إنسان يمسك، تعالي كده أنا أجيب لك كتاب إنجليزي وإنتي لم تتعلمي ولا كلمة في الإنجليزي، وتمسكي هذا الكتاب تحفظيه عن ظهر قلب، ولما أجي أسألك اسمك إيه باللغة العربية أنا بسألك أهو ما تعرفيش تجاوبي، مش عارفة تجاوبي عن كلمة اسمك إيه. لكن تمسكي الكتاب ده الواحد بيشوف بعض الناس كأنها كمبيوتر، يقول لها مثلا آية إن الله لطيف جت كم مرة في القرآن، المتشابهات في القرآن، ويجيب لك آيات سبحان الله وتلاقيها جابت كل المواضع اللي ذكرت فيها الآيات. تمام. وهي لا تجيد اللغة العربية. احنا حجتنا ايه؟ فما بالك احنا أهل العربية. فموضوع ان القرآن صعب وان القرآن لا مش سهل، لا هو كل اللي عاوزه ان انت تفضلي، وهو سبحان الله المداومة. لكن انت تخيلي كده لو احنا حفظنا القرآن ده من واحنا صغيرين وركننا كده وخلاص القرآن ده اتحفظ، انا هرجع للقرآن تاني؟ طب انا دلوقتي خلاص احنا عرفنا الجزئيه بتاعت لا ده احنا بنقول بس عن النقطه دي، هل انا هرجع للقرآن تاني؟ لا مش. فربنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا القرآن يتفلت من احدكم كما يتفلت العير من عقالها، تفضل تتفلت منك عشان تفضلي ترجعي له تاني. ودايما هو القرآن غالب وليس بمغلوب. يفضل الواحد يقول ياه حفظت صم، وبعدين تلاقي يجي الواحد يسمع تغلق عليه في آية يجيبها وهو حافظ الصفحة بس عايز حد يقول له أول الآية بس وهو يكملها. أول كلمة قولي لي أول كلمة، دايما نوران تقول طب قولي لي بس أول كلمة وأنا هجيب الباقي. بالظبط. فسبحان الله، ففعلا القرآن غالب وليس بمغلوب، بس كل ما نعطي القرآن من وقتنا ومن جهدنا. في ناس كده عندها يعني إن هو لا مش ممكن أبدا لازم يقوم قبل الفجر ويكون له حال مع القرآن. في ناس بعد الفجر لازم تقعد كده لغاية الضحى وهي مع القرآن. طب انت كده هتاخدينا للروشتة
تمام. من واقع خبرتك بقى، حفظتي كبار وحفظتي صغيرين، ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا رب يا رب جعلنا جميعا. جميعا من اهل القرآن الكريم. لما بيجوا يقولوا لك طب قولي لنا طريقه، قولي لنا خطوات عمليه نحفظ بيها ازاي، الخطوات دي فعلا لينا ولكل اللي بيشوفنا بيسمعنا وليا، احنا عايزين فعلا نحفظ ونرجع نحفظ قرآن تاني، نبدأ ازاي وطريقه تكون سهله وميسره علينا؟ تمام. العلماء قالوا لنا كده اول حاجه اللي هيمشي في درب حفظ القرآن لازم اول حاجه يستحضر النيه مم. ويقصد وجه الله سبحانه وتعالى بهذا العمل. مم. ما يقولش بقى انا ايه هقعد كده عشان ساعه ما حد يسالني سؤال. في بعض الناس عارفه ان ده بيبقى عندها ايه استعراض، ايوه. والقرآن ما ينفعش معاه الطريقه دي ابدا. مم. انا بحفظ القرآن واكتم كده على نفسي لان انا حاسه بضعفي واحتياجي الى ان انا اكون مع الله سبحانه وتعالى، واحتياجي لمدد ومعونة الله سبحانه وتعالى في هذه الرحلة الطويلة في حفظ القرآن. مم. طيب بعد كده لازم ان انا اخصص وقت معين، وزي ما قلنا برضو هو اخصص مصحف معين. مم. والوقت ده لو الدنيا هتطبق على الارض تمام، مم. السماء تنطبق على الارض زي ما بيقولوا، ما مش ممكن اترك أبداً. هذا الوقت ابدا. مم. واذا تركته لمرض او لضعف او لظرف لابد ان انا اعوضه. ويبقى شفتي كده يعني الشيخ بعض مشايخنا اللي كانوا بيعلمونا القرآن يقول لك ايه، قضاء وقت اللي انت حددتيه للقرآن زي قضاء الصلاة. مم. انت لما بتفوتك الصلاة مش بتقضيها، بتصليها، اهو انت برضو تقضي الوقت اللي انت فرضتيه على نفسك في حفظ القرآن. انا فرضت ان انا هقعد بعد الفجر ساعتين للقرآن، الساعتين دول مرضت او حصل عندي ظرف يبقى بعوضهم بالليل. المهم لا ينقضي يومي الا لما يكون الوقت تمام. ده مخصص للقرآن. الاستمرارية، يعني لابد ان انا استمر، مش مرة احفظ وبعد كده اركن واضعف، لان خير الاعمال ادومها وان قل. خدي جزء معين بسيط واحفظيه واستمر بهذا الجزء، باخد نص صفحة، مع الوقت هتلاقي نفسك خلصتي جزء او 2 أو 3. اللي بعد كده ايضا كثرة التكرار. كثرة التكرار هي الشيء اللي بيعنا على حفظ القرآن. فأنا بقرأ القرآن وبردده، وبعدين برجع أصلي فيه في صلاتي وأصلي فيه في السنة وأقرأه قبل ما أنام. لو حافظت على كل هذه الخطوات هلاقي نفسي وصلت لحفظ. طب إيه رأيك متين. اللي بيكتب؟ يعني مثلا أنا عليا اللوح ده النهاردة أو الصفحة دي النهاردة وسيلة من الوسائل أنا أيضا، الكتابة، التكرار، حفظ المتشابهات، الخرائط الذهنية، كل الوسائل دي استعيني بيها. المهم ان انا الاخر اوصل للحفظ. العلماء بقى يعني لخصوا لنا كل الموضوع ده في كلمات قليلة جدا. قالوا لازم الاستغفار، وداوم على الاستمرار، وقلل المقدار، واكثر التكرار، وصاحب الاخيار، وخفف الاوزار. يا الله. ليه؟ سيدنا الشافعي يقول ذكرت الى وكيع. حضرتك ممكن تعيديها مرة اخرى؟ نعم. لازم الاستغفار، ان انا دايما استغفر واستعين بالله. داوم على الاستمرار، قلل المقدار، ما احفظش في يوم 10 صفحات ويوم تاني الاقي نفسي مش قادره احفظ نص صفحه. تمام. قلل المقدار واكثر التكرار، وصاحب الاخيار. ما ينفعش حد يحفظ القرآن من غير ما يكون ليه صديق في القرآن. لان الانسان الشيطان اقدر على الواحد من الاكثر. والاخيره خفف الأوزار. الإمام الشافعي يقول شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وعلمني وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. فلابد إن أنا شوفي بقى طول ما أنت ماشية في الدرب ده هتلاقي حسنات على حسنات على حسنات وبركات من هذا الكتاب المجيد. بالتأكيد. أخيرا يا أستاذة جيهان، علاج النسيان وتفلت القرآن الكريم من الحفظة اللي ختموا القرآن الكريم. يعني أعرف كتير من الناس كانوا هم أصلا مثلا خارجين أزهر أو كانوا حافظين في الكتاب وهم صغيرين وختم ما شاء الله، بس يجي يقول دلوقتي ولا فاكر أي حاجة، أو لو افتكرت أفتكر سطر و10. لأ، نعمل إيه؟ لأن هم بيصابوا بالإحباط وكأنه بيرجع يعيد من الأول وجديد، وكأنه بيحفظ من الأول وجديد مرة أخرى. ما احنا قلنا الرحلة مع القرآن هي رحلة مجاهدة. فأنا عايزة يعني الروشتة اللي احنا قلناها قبل قليل هي فيها الشفاء إن شاء الله. بس هركز على النقطتين. نقطة صحبة الأخيار يا ندى، لأن مهم جدا جدا يكون ليكي رفيقة أو يكون ليكي توأمة في حفظ القرآن. توأمة دي انت بتحفظي بتسمعي لها وهي بتحفظ بتسمع لك.
لا، واحد فيكم كسل التاني بينشطه، واحد فيكم اتاخر بيحس ان صاحبه هيتقدم عنه، صاحب ساحب، وايوه وده يا ريت بالظبط، يسحبني وبيسحبه للخير. فعلا فعلا يعني. دي النقطه الثانيه، استشعار ان انا طول ما انا بقرا القران انا في اجر، انا باخد اجر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا كده: من حافظ القران مع السفره الكرام البرره، والذي يقرا القران ويتتعتع فيه فله اجران. تمام. فدي نقطه هامه جدا في موضوع حفظ القران، سواء للكبير او للصغير. اللي نسي سواء بالظبط كان حافظ، كان حافظ يعني نفس الشيء، نخليه يعيد عادي كأنه بيعيد من الأول. بس هي أعتقد يا كده. أستاذة جيهان هو كل ما الإنسان هيفتكر وهو بيعيد. كل ما الإنسان، ما هو لازم الإنسان دايما مع ورد الجديد لابد أنه له ورد مراجعة الماضي وتثبيت. القريب والماضي البعيد. الماضي القريب اللي هي أقرب سورة أنا بحفظ فيها، والماضي البعيد اللي هو من 3-4 أجزاء أنا حفظته. فلازم يبقى الثلاث الورد الجديد، الماضي القريب، الماضي البعيد، الثلاثة دول لازم أحافظ عليهم في ورد القرآن. وممكن أن أنا أخصص لكل واحد منهم وقت. يعني أنا بعد الفجر باخد ورد الجديد عشان بكرره أكثر من مرة، في الصلوات باخد الورد القريب، قبل النوم باخد الورد الماضي البعيد. تمام. فتقسيم الوقت كده على حفظ القرآن. ممتاز. وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، وبشكرك شكرا جزيلا أستاذة جيهان عقل، داعية الإسلامية، على وجودك معانا. جزاكم الله خيرا كثير. والحقيقة رسالتي لكل أب وكل أم، واللي بذكر نفسي بيها الأول قبل ما أقولها لحضراتكم، استثمروا في قلوب أولادكم بالقرآن الكريم، لأن استثمار القرآن الكريم ده هو الاستثمار الوحيد الرابح. أي استثمار في الدنيا ممكن له خسارة وله ربح، لكن إلا القرآن الكريم هو دايما الرابح. والشرف والبشرى اللي بشرنا بيها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ان احنا هيكون لنا اجر كبير وتاج الوقار، تاج من النور يوم القيامة. وان احنا انفسنا لو حفظنا القرآن الكريم وتدبرناه هنكون من اهل الله وخاصته. اي شرف احنا ننوله اكبر من هذا الشرف ان احنا نكون من اهل الله سبحانه وتعالى وخاصته. فاللهم اجعلنا من اهل القرآن واجعله لنا نورا يا رب. ولابد ان احنا نربي ولادنا من صغرهم على القرآن الكريم. طب كبروا وما لحقتش، نبدأ من دلوقتي، مفيش مشكلة، مفيش حاجة اسمها أنا كبرت أو ولادي كبروا. ابدأ من دلوقتي، وكلنا نبدأ من دلوقتي، إن القرآن هو الأساس في بيوتنا، هو البركة وهو الطمأنينة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ربنا يجعل قلوبنا جميعا عامرة بذكره وشكره وحسن عبادته. انتهت حلقة قوارير اليوم، وإلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.